الفلوج بتاع النهاردة في أجمل مدينة من مدن مصر. الجمال الأوروبي. فلوج النهاردة في المنصورة الجديدة. وفي نهاية الفلوج أنا هقولك اكتشفت مكان سري جميل جدا جدا هناك. بس شوف في نهاية الفيديو عشان تعرف أنا اكتشفت ايه. أهم حاجة متنساش اللايك والسبسكرايب والتعليق عشان قناتنا تكبر بيكم، ونبقى أحسن وننشر التفاؤل والجمال في كل مكان. دي الحتة اللي احنا فيها دي اللي هي مدينة المنصورة الجديدة، الإسكان الساحلي. شايفين الجمال يا جماعة؟ شايفين جمال الشوارع؟ حاجة كده تهوس بجد، تحفة. أنا لما بروح هناك بجد بحس إن أنا مش مبسوط، لأ بحس إن أنا طاير. عشان كده قلت لما ناجي أصور أول فلوج ليا يبقى من هناك عشان انتوا كمان تكونوا مبسوطين. هو ده بقى يا جماعة اللي أنا بقولكوا عليه، ده المكان السري ده. ايه بقى المكان السري ده؟ دي حاجة اسمها اللاندسكيب. اللاندسكيب دوت هو عبارة عن مكان كله أعشاب جميلة وأشجار. شايفين الجمال؟ شايفين الروعة؟ شايفين المشاعر؟ تيجي هنا تبص بقى تنسى الدنيا، طبعا مع جمال الشمس والأعشاب الجميلة والنخيل. أنا بقى عايز أجيب كده ورقة وقلم وأقعد أرسم هنا وأعيش حياتي. شايفين يا جماعة؟ قلبي الصغير لا يحتمل يا جماعة، بجد بجد تحفة. ولسه كمان شوية كده هتشوفوا ان في طريق او ممشى انت ممكن بتمشي فيه، هيجي كمان دلوقتي. ومكان انت بتقعد فيه كده ايه بروقان براحتك كده. وشايفين هنا يعني حتى من جمال المنصورة الجديدة ان حتى المسافة ما بين الشجرة والشجرة متساوية، ما بين الزرعة والتانية متساوية. اهو ده يا جماعة الحتة اللي انا بقولكوا عليها، اللي هي عبارة عن ايه، اللي هي الممشى. ده الممشى اللي بيبقى في اللاندسكيب، نفس نظام مدينتي كده. تبقى ماشي كده شايفين جمال الشمس؟ بجد حاجة تحفة، حاجة تهوس. طبعا انت بقى لو انت موجود هناك عايز تاخد رحلة كده وتبقى مبسوط، هي تقريبا على بعد ربع ساعة من جمصة. قدام بقى هنا دلوقتي عند الحتة دي عاملين كده زي نظام نافورة كده، اللي هو ايه، حاجة كده بتعمل الزرع. ما تنساش سبسكرايب عشان